بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا فين النهاردة؟ احنا قدام بوابة المنتزه عشان ناخد جولة سريعة على كورنيش اسكندرية بإذن الله. شايفين طبعا بدأنا جولتنا من قدام كورنيش، من قدام بوابة المنتزه، ويلا بينا نركب الأتوبيس أبو دورين اللي منتشر طبعا على كورنيش اسكندرية. سعر التذكرة 15 جنيه ونص زي ما حضراتكم عارفين. طلعنا الدور التاني وركبنا فوق زي ما انت شايفين، رجعت في آخر كرسي ورا خالص عشان أعرف أصور لكم تصوير كويس. طبعا أنا بدأت من المنتزه بس حبيت اصور لكم الجولة من عند جليم، ونخلي الجزء الاولاني او المناطق الاولانية اللي هو المنظرة والعصافرة وكده لحد جليم ده في فيديو تاني. شايفين طبعا الجولة ديت كانت قبل الفطار بحوالي ساعة. كورنيش اسكندرية بيبقى زحمة جدا جدا جدا، خصوصا في الوقت اللي قبل الفطار زي ما حضراتكم شايفين وهتشوفوا معانا في بقية الفيديو. وطبعا مش عايز افكر حضراتكم انكم لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، زي ما عودناكم من قناتكم ياسر هيروح فين. شايفين طبعا زحام كبير جدا على كورنيش اسكندرية في رمضان. والله يا جماعة اسكندرية في توقيت الفطار ده بتبقى جميلة جدا، وبيبقى في أعداد كبيرة جدا موجودة على الكورنيش. في عائلات كتير جدا بيقرروا إن هم ينزلوا ويفطروا على كورنيش اسكندرية. وبإذن الله بكرة أو بعده هينزل لحضراتكم فيديو عن فطار أهل اسكندرية على الكورنيش، وبالأخص عن شاطئ استلي. شاطئ استلي فعلا يا جماعة أنا انبهرت لما شفت الشاطئ ده وقت الفطار بيكون عامل ازاي. شايفين طبعا انا كده ماشي على كورنيش اسكندرية. بجد يا جماعة رحلة الاتوبيس جميلة جدا جدا جدا. حضرتك هتلف اسكندرية كلها ب15 جنيه ونص. هتشوف طبعا الطريق وهتشوف ادي نادي الاطباء اهو عدى. حضرتك هتشوف كل حاجة في اسكندرية من فوق، هتشوف اسكندرية بتصوير جديد ومختلف مش زي اللي انت متعود عليه. طبعا كورنيش اسكندرية ونادي المهندسين وكل الأماكن الجميلة اللي حضراتكم بتحبوا تشوفوها على كورنيش اسكندرية هتشوفها من خلال الأتوبيس. احنا كده طبعا عدينا جليم وسبا باشا. نادي المهندسين اهو يا جماعة داخلين كده على كوبري ستانلي، الحاجة الجميلة جدا في اسكندرية اللي دايما زحمة. والله يا جماعة اسكندرية جميلة جدا وفايتك كتير يلي مش عايش في اسكندرية. شايفين طبعا البحر يا جماعة، وشايفين لون البحر وصفاء ونقاء المية. طبعا اسكندرية امبارح الجو كان غريب جدا جدا جدا. عشنا اجواء غريبة اللي هو الجو حر والشمس طالعة، ولقينا فجأة الجو بقى تراب وشتاء جامد جدا جدا. فبجد السنة دي التغيرات المناخية مبوظة الدنيا فعليا يا جماعة، والله فعليا. كده احنا خلاص داخلين بإذن الله على كوبري ستانلي زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كوبري ستانلي طبعا حضراتكم عارفين هنخش على سيدي جابر وكليوباترا وسبورتنج، وهنكمل لحد ما نوصل لكامب الشيزار والشاطبي وصولا إلى محطة الرمل. شايفين طبعا كوبري ستانلي التحفة المعمارية على كورنيش اسكندرية، من أجمل الحاجات طبعا اللي موجودة على كورنيش اسكندرية. جميل جدا جدا إن حضرتك تيجي وتقف وتزور اسكندرية وتيجي على كورنيش اسكندرية وتتفرج على منظر البحر من هنا. كده احنا صورنا من خلف الأتوبيس، من التصوير من الخلف الأتوبيس يا جماعة. شايفين طبعا المنظر، شايفين الجمال. كورنيش اسكندرية طبعا كوبري ستانلي ده جسر جميل جدا. جسر كده موجود في وسط البحر. ده يعتبر الجسر الوحيد في اسكندرية على الكورنيش من بحري لحد أبو قير اللي موجود في وسط البحر كده. وطبعا زي ما احنا عارفين اسكندرية فيها مشاريع كتير جدا جديدة بتتم حاليا. ولسه طبعا منزل فيديو لحضراتكم بتاع افتتاح شاطئ البوليفاج، صورته لحضراتكم أثناء عملية التطوير، وبعدين صورته أثناء وهو بيتفرش بالكراسي الجديدة والافتتاح.
طالعين كده على كوبري سيدي جابر. شايفين طبعا المنظر وجمال المنظر من فوق. فعليا تقدر تقول انا لفيت اسكندرية كلها ب15 جنيه ونص. طبعا انا بقول لاي حد من برا اسكندرية، لو حضرتك جاي الصيف دوت تصيف في اسكندرية، اوعى يفوتك رحلة الاتوبيس. الاتوبيس ده يا جماعة بيبتدي من امام بوابة المنتزه وينتهي في بحري او قبل القلعة بالظبط، منطقة الانفوشي، وسعر التذكرة 15 جنيه ونص. فعلا رحلة ممتعة، رحلة جميلة جدا جدا جدا. اسكندرية كلها ب15 جنيه ونص زي ما بقول لحضراتكم. شايفين طبعا حضراتكم معانا دلوقتي كمية الأماكن اللي اتعملت على كورنيش اسكندرية، كمية كافيتريات كبيرة جدا جدا ونوادي. تم استغلال كل المساحات طبعا اللي كانت موجودة، وبالأخص هنا في منطقة سيدي جابر. وكملنا كده ومشينا على الكورنيش لحد ما وصلنا منطقة كامب الشزار، وداخلين دلوقتي على الشاطبي. واللي على ايدينا اليمين ده كازينو الشاطبي. شايفين طبعا زحمة جامدة جدا جدا جدا. كل ده طبعا كان قبل الفطار. حبيت الف اسكندرية كلها واخد جولة سريعة واوري حضراتكم الاجواء عاملة ازاي قبل الفطار. هننزل بقى بعد كده هنصور فيديوهات وننزل نصور لحضراتكم من جوه الشواطئ اثناء الفطار. طبعا بعد ما الفيديو يخلص بإذن الله مستني رأي حضراتكم في التعليقات بإذن الله. لو حضرتك كمان بتحب مكان معين أو حابب تعرف أي فكرة أو أي حاجة عن مكان معين، حضرتك ابعتلي على طول في التعليقات وأنا هتواصل معاك. طبعا شايفين صفاء المية جميلة جدا جدا، لون بحر اسكندرية الأزرق. خلاص داخلين على شم النسيم الأسبوع اللي جاي بإذن الله. خلاص الأجواء بدأت تبقى صيفية، الأجواء بدأت تبقى جميلة. شايفين طبعا الزحمة على الكورنيش وعربيات تحت في الباركينج كتير جدا جدا جدا. كده احنا طبعا داخلين خلاص على شارع سوتر ومجمع الكليات، ومن بعدها هندخل على محطة الرمل. جميلة انت يا اسكندرية طول ايام السنة. شايفين طبعا خلاص الشواطئ بدأت تتملي اهوت الشماسي. الشواطئ بدأت تتفرش. ده شاطئ الشاطبي اللي احنا شايفينه قدامنا. الشواطئ بدأت تتملى. لو حضرتك جيت مثلا كمان ساعة قبل الفطار بالظبط هتلاقي العدد كامل هنا. خلاص مفيش مجال طبعا لأي حاجة. خلاص فصل الصيف بدأ في محافظة اسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط. نتمنى طبعا من حضراتكم تكونوا تابعتوا معانا الجولة الجميلة ام 15 جنيه ونص زي ما قلت لحضراتكم. انا كده خدت كورنيش اسكندرية كله ب15 جنيه ونص. والله يا جماعة سعر تذكرة الاتوبيس ممكن ناس تشوف سعر التذكرة غالي وتقولي طب ما هو في اتوبيس شبهه اللي هو اتوبيس النقل العام بتاعنا تقريبا سعر التذكرة يا 3 يا 5 جنيه. ولكن طبعا الاتوبيس ده يا جماعة يعتبر اتوبيس سياحي. اتوبيس مختلف، اتوبيس دورين. لو حضرتك بتحب التصوير او حابب تشوف منظر كل حاجة في اسكندرية بتطلع الدور اللي فوق زي ما انا عملت دلوقتي بالظبط. طلعت الدور اللي فوق عشان اصور وابين لحضراتكم كل حاجة على كورنيش اسكندرية. خليني اقول لحضراتكم ان اسكندرية فيها اماكن كتير جدا 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 حضرتك ممكن تجيها. واسكندرية يا جماعة مش بحر بس، يعني حضرتك لو جاي اسكندرية مش مثلا هتيجي تقضي اليوم كله على البحر. لا والله يا جماعة اسكندرية فيها أماكن كتير جدا 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 ممكن حضرتك تروحها وتتفسح فيها. وبالأخص كمان احنا عندنا أماكن سياحية تراثية جميلة جدا جدا جدا. ومحافظة اسكندرية في الأيام اللي فاتت كمان قامت بعمليات تطوير كبيرة جدا في كل الأماكن السياحية اللي موجودة في محافظة اسكندرية. ومن ضمن الأماكن ديت مثلا المشروع الكبير اللي بيتعمل في القلعة جوه قلعة قايتباي.
انا طبعا كنت نزلت مشروع لحضراتكم فيديو عن المشروع. لو حضرتك حابب تشوف طبعا كل حاجة في المشروع دوت، هتدخل بسرعة عندنا على القناة وهتلاقيني منزل لك فيديو عن ايه اللي بيحصل في قلعة قايتباي. طبعا اتعمل مشروع جديد هناك، اتعمل كوبري شبيه لكوبري ستانلي على نفس الطراز، تم تطوير القلعة بالكامل. ودلوقتي دخلنا في تطوير برضو ميدان او الساحة المحيطة بمجمع مساجد المرس ابو العباس. وكان المشروع القومي الكبير واللي قام بافتتاحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تطوير ميدان محطة مصر، وتحويله من سوق حضاري إلى من تحويله من سوق طبعا عشوائي آسف لسوق حضاري كبير جدا جدا جدا. يعتبر أول سوق حضاري مكون من كذا طابق في اسكندرية بالطراز دوت. فطبعا ميدان محطة مصر تم تطويره بالكامل، وده بالإضافة للعديد من المشروعات اللي لسه بتتم واللي لسه هتتم. طبعا نتمنى تكون الجولة عجبت حضراتكم، جولتنا على كورنيش اسكندرية. مش هنسيب مكان في اسكندرية غير لما نروح ونلف ونوري لحضراتكم كل حاجة. هنحاول والله نوريكم كل حاجة ومش هنخبي عنكم حاجة. هتوحشوني من هنا للفيديو اللي جاي. اتمنى طبعا من حضراتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. دمتم في حفظ الله.